الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. حياك الله أستاذنا بالبراء. الله يخليكم. حي مشاهدينك الكرام في لهذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يكتب له النجاح ويبارك فيه. الله يجزيكم الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله يحفظكم دكتور. أنتم أيضا باحثون في المركز العالمي للوسطية. نعم. ولعل من الوسطية أيضا في تربية الأبناء. نعم. فبعض منهم يشطح في المثالية ويبتعد عن الواقعية، والواقعية نوع من الوسطية. لا. فإذا أردنا أن نبدأ بهذه النقطة فلعلنا نبين شيء قد يكون غائبا عن كثير من الإخوة والأخوات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب مرة أخرى بكل الآباء والأمهات والأخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج، ولا أنسى أن أشكر القائمين على هذا البرنامج أن أتاحوا لي هذه الفرصة لأتحدث لأهل الكويت حول تربية الأبناء. وبما أنك أستاذنا أبا البراء بدأت بقضية الوسطية في تربية الأبناء، فإني أشير وأؤكد على أهمية هذه النقطة. فالوسطية في التربية في أمور كثيرة للأبناء. لو أخذنا الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الذي يضرب ابنه على الصلاة دون العاشرة، في الحقيقة انحرف عن منهج الوسطية في التربية، بل وانحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. فالضرب قبل هذا السن يكون مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم. بل وإن من أهل العلم من قال إن تعليم الابن الصلاة قبل 7 يكون أيضا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا التعليم العملي. يعني إذا صلت المرأة أو صلى الأب ثم صلى معه ابنه، ها هنا يختلف الأمر. قضية الوسطية أيضا في هذا الضرب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، حتى مواضع الضرب التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقيدها بأن لا يكون ضربا مبرحا. ما نسمعه وما ينقل إلينا من المبالغة في ضرب الأبناء حتى يصل إلى حد الحبس والربط أحيانا، واستخدام آلات تعذيب تقوم بها العصابات وغيرها، مما يؤدي مستقبلا إلى ردة فعل نفسية عند هذا الابن بأن يكره الصلاة، لأنه يحصل عنده ربط أنه ضرب هذا الضرب المبرح بسبب الصلاة. فيقال لهذا الأب الذي يفعل هذا الفعل: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. البعض يريد أن يبر والده فيعق الوالد من حيث لا يشعر. ندعو دائما إلى هذه الوسطية في كل شيء، وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، لا وسطية التشدد ولا وسطية التميع في أمور الدين وأمور التربية. نجتهد في تربية الأبناء. مثلا قضية متابعة الابن، البعض يهمل الابن إهمالا كاملا، والبعض يشكل نفسه وزوجته هيئة مخابرات لمتابعة الأبناء. فحتى أن الأبناء بعضهم قد يشعر بهذا، يشعر أنه مراقب مراقبة غير جيدة دقيقة جدا، تؤدي إلى فقدان الثقة بين الآباء والأبناء، حتى أن الابن يظن يبدأ يشعر أن والده لا يثق به، يفتش من ورائه ويتدخل في خصوصياته، خصوصا في حق البنات، لأن هذا يؤدي إلى عواقب ليست جيدة إذا انعدمت الثقة بين الأب والبنت والأب والابن، والعكس كذلك بين الأمهات والأبناء. لا نهمل الأبناء من حيث المتابعة، لا نعرف مع من يمشون ولا ما يفكرون، ما هي الهوايات، إذا كان عنده جهاز للهاتف النقال فيما يستخدمه، إذا كان يدخل شبكة الإنترنت إلى أي المواقع. الأب الحاذق يستطيع أن يعرف هذه الأشياء ويتابع هذه الأمور من حيث لا يشعر أحد.
أما إذا دخل الابن بدأ معه فتح معه صفحة تحقيق كاملة مع من وكذا أكيد لا تكذب لا تذا أقسم، أساليب تشكيكية تستخدم مع المتهمين في الجرائم. هذا الأسلوب أيضا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغض الطرف. نعم. والله تعالى يقول لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. فتتبع الناس بمثل هذه الصورة ليس جيدا، ومن أوائل الذين لا ينبغي تتبعهم بهذه الصورة هم الأبناء. الله يجزيكم. الوسطية في التعليم، البعض يبالغ في تعليم الابن، أريد الابن يحفظ القرآن خلال سنة، أي قدرة. السالفون رحمهم الله ما كان عندهم مدارس نظامية، كانت العقول يعني نوعا ما عندها سعة وفراغ أكثر مما نحن فيه. الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام الدنيا في حفظه وعلمه كان يقول لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة، وهو إمام الدنيا رحمه. فكيف اليوم أنا عندي أبناء يعني عندهم عبء دراسي كبير، ثم يعني أبالغ في مسألة أن يحفظوا، وإذا تأخر في الحفظ ضرب ضربا مبرحا يؤدي إلى شيء من كراهة القرآن والتملل منه، بدل أن أكون محفزا للابن وأجتهد. والإنسان يجتهد يا أستاذ أبا البراء وإخواني جميعا، لكن يحصل له تقصير، قد نغفل أحيانا عن أبنائنا، هذا واقع، قد ننشغل، قد إلى آخره. لذلك يعني قضية المثل التي حتى ربما بعض الأخوة والأخوات الكرام الذين داخلوا قبل قليل بالغوا في قضية التربية. لا ننسى أن هذا إنسان ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، ينطبق عليه الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الإنسان لا يسلم من الخطأ ولا من الزلل. هذا في حق الكبير، فما بالكم في حق الصغير. نعم نعم. الله يجزيكم خير أبو عبد الرحمن. يعني أنتم الله يجزيكم الخير أكدتم على قضية الثقة، وهي غائبة فعلا عن كثير من الآباء والأمهات تجاه أبنائهم. هل يمكن أن نضيف إليها الحب، وأن الحب يغني عن كثير من المتابعة والشدة عندما ينجح الأب في جعل أبنائه وبناته يحبونه، والأم كذلك، فلما يحب الإنسان آخر يحرص على أن لا يفعل ما يزعجه ويضايقه. واقعيا حب الأبناء للآباء والأمهات أمر فطري، لكن هذه الفطرة كما تفضلتم قبل قليل بالإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة قد يأتيها ما يعكر صفوها ويؤثر عليها، بما في ذلك قضية حب الآباء وحب الأمهات. حتى أنني تلقيت اتصالات من بعض الآباء من بعض الأبناء وبعض البنات يصرحون بأنهم لا يحبون آباءهم ولا يحبون أمهاتهم. بعض الآباء يظن أن أبناءه يحبونه، يظن هو في نفسه أنه لم يقصر في حق الأبناء وأنه بذل لهم كل شيء، لكنه واقعيا لم يقصر في جانب ظاهري، الطعام والشراب والملبس وتوفير السائق والنقل والأثاث المناسب والمسكن، جزاه الله خير. لكن الأمر المهم أمور العاطفة، أمور المشاعر، أمور الأحاسيس، مسألة الحب العظيمة بين الآباء والأبناء يهملها. يأتي الابن يعني في شغف لوالده، يريد من الوالد أن يحضنه فيتفاجأ، هلا وليدي، هلا عسى الله يحفظك، روح. يتفاجأ الابن أحيانا وهو يريد أن يعني يعبر لوالده عن أمور. أحيانا فعلا بعض الأبناء قد يأتي في وقت غير مناسب، هذا حق، لكن أحيانا أوقات مناسبة لا يستطيع الابن أن يصرح لأبيه بما يريد من مشاعر أو كذا. لا بد أن لا نكون ممن يغدق هذه المشاعر على الأبناء حتى يصل إلى حد الفوضى وحد الإهمال وحد أمن العقوبة من الأب، ولا نريد أن نهمل هذا الجانب حتى تصبح الجفوة العاطفية كبيرة بين الآباء والأبناء. كثير من الآباء يشتكون من العقوق، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ورحمة واسعة أن غالب عقوق الأبناء للآباء
لا بد أن يكون الأب سببا رئيسيا في ذلك. إما أن يكون دينا يقضى منه بأن يكون هذا الأب قد عق والده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقوبتان يقول عليه السلام بابان معجلة عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، وقد جاء وإن كان فيه نظر بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وهذا سبحان الله الواقع يدل عليه والأحداث. أو أن يكون الأب قد زرع بعض الألغام التي تتفجر فيما بعد وتكون عقوقا للأب، عافانا الله وإياكم. فالأمر كما قال ابن القيم لا بد أن يكون للأب سبب. أنا ما يأتيني أب يشتكي من عقوق أولاده إلا ويكون في ذهني أن هذا الأب من أوائل الأسباب التي أدت إلى هذا العقوق، عافانا الله وإياكم. آمين آمين. دكتور، كان هناك مداخلة ولعلكم سمعتموها من الأخت نورة، مطلقة من 5 سنوات وعندها أولاد من طليقها من زوجها السابق، لكنه لا يرعاهم، لا يتصل بهم، لا يسأل عنهم، وكل الأعباء ملقاة عليها. فماذا نقول لهذا الأب ولأمثاله من الآباء؟ في الغالب أن كل إنسان عنده مشكلة أو عنده معاناة من أمر من الأمور يظن أن هذه المشكلة هي التي تؤرق المجتمع، وهي أهم مشكلة، وهي مشكلة خطيرة والناس في غفلة عنها. لكن في أحيان أخرى يكون هذا الشعور في محله. فما تفضلت به أختي نورة قبل قليل هي مشكلة حقيقية لا نزاع في ثبوتها ووقوعها. فالأب إذا طلق الزوجة وعندها أولاد أهمل هؤلاء الأولاد إلا من رحم ربي، خصوصا إذا تزوج بأخرى وأنجب منها وكانت تحرص على بناء الحواجز بين هذا الأب وأولاده من حيث لا يشعر هو الأب يظن أنه ما في، لكن المرأة يعني بطبيعة الناس تبني هذه الحواجز بين هذا الأب الذي طلق الزوجة الأولى وأبنائه من حيث لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوعد هذا الأخ وأمثاله فيقول عليه الصلاة والسلام من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يرح رائحة الجنة. نسأل الله العافية والسلام. الأبناء يا إخواني نعمة من نعم الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بل هو من أجل النعم وهي من أعظم النعم، ولا يشعر بقيمتها إلا من حرم منها. وفي الوقت نفسه قد يكون هؤلاء الأبناء حجة على هذا الإنسان يوم القيامة، كما في هذا الحديث والحديث الآخر كلكم راع فمسؤول عن رعيته. أنا أقول لكل أب أنت مسؤول عن ابنك، إما مسؤولية تامة في صغره أو مسؤولية جزئية حين يكبر. لأن بعض الآباء يظن أن الابن إذا تزوج وكبر وتوظف خلاص تنقطع الحقوق. لا، هذا لا زال له حقوق كما أن لك عليه حقوق. بعض الآباء يظن أن الابن الذي يجب عليه أن يرعاه هو الذي يعيش في كنفه، أما من كانت أمه مطلقة ويعيش عند أمه يظن أنه لا مسؤولية له عليه. ويسول الشيطان لبعضهم يقول له خلاص أنت الآن بما أن المحكمة تقتطع من راتبك جزءا لهذا الابن فأنت ما عندك مسؤولية. تسأل واحد شو أخبار فلان ابنك فلان، يقول والله الحمد لله يأخذون له راتب طيب هذا الابن يحتاج أن يقول يا أبي، يحتاج أن يردد هذه الكلمة. هذا الابن بدأ يشعر بأنه يتيم مع أن أباه حي. هذا الابن بحاجة إلى أن يشير للناس يقول هذا أبي. أما أن يسمع عن أبيه ونسمع ما يحصل من مواقف يعني تقشعر لها الأبدان. حدثني أحدهم وفقنا الله وإياه الخير أنه إذا جاء لزيارة ابنه يجلس في الديوانية مجلس الرجال، فإذا جاء الابن يهرب من أبيه. الله أكبر. ما السبب؟ هل السبب هذا الابن؟ والله إن السبب يعود أولا إلى هذا الأب. نعم قد تكون الأم، وهذا مع الأسف مسلك غير رشيد ومسلك لا يجوز شرعا، الأم إذا طلقت يعني تزرع الكراهية في قلوب أبنائها تجاه أبيهم، وهذا لا يجوز شرعا.
فلمثل هذا الأخ، وأنا طبعا يعني أقول لأختي نورة ولكل أخت تمر بهذه المعاناة: احتسب الأجر عند الله، احتسب الأجر عند الله. فهذا الابن بإذن الله تعالى إن اجتهدت في تربيته وتهذيبه وتأديبه والإحسان إليه سيكون لك من أسباب دخول الجنة إن شاء الله، وسيكون لك ذخرا حتى في الكبر. جزاكم الله كل خير دكتور. أيضا أنا من خلال مصالحات بين الأزواج والزوجات وقضايا الخلافات ألاحظ أن الأبناء يعانون كثيرا بشهادة الآباء والأمهات من خلافات الأبوين. الشجار والصراخ والغضب يؤثر فيهم تأثيرا سلبيا خطيرا كما تعلمون. آخرها حكت لي إحدى الأمهات أمس أو أول أمس والله، قالت لي ابن 5 سنوات لما سألتها كيف تأثير خلافاتكم على أولادكم قالت لي هددنا بالانتحار. طفل لسه ما يعرف ما هو الانتحار. قال لي يما إذا بدكم تستمروا في هذه الخلافات أنا رح أقتل نفسي. قلت لها يعني هذا يكفي لأن تصبري على أبيه وتحاولي أن تحلي هذه الخلافات من أجل الأولاد على الأقل. فماذا تقولون للآباء والأمهات الذين لا يبالون بأن تكون هذه الشجارات على مسمع ومرأى من أبنائهم الصغار ودون أن ينتبهوا إلى ما يحدثونه من آثار سلبية خطيرة في نفوسهم؟ الله أكبر. أبا البراء أستاذنا الكريم هيجت في نفسي كلمة وأستأذنكم في أن أقولها. قل. أنا أدعو الإخوة الكرام المسؤولين في وزارة الإعلام وفي التربية وفي وزارة الأوقاف أن يعتنوا بإنسانية الإنسان، أن يهتموا في توعية الناس لهذه الأمور المهمة الاجتماعية، وأن يجتهدوا في علاج الأمراض الاجتماعية الفتاكة: العنوسة والطلاق وحقوق الوالدين والإساءة إلى الجيران. والله إن هذه هي التجارة الرابحة، والله إن هذه القضايا أهم من قضايا الأموال العامة. إخواني أعضاء مجلس الأمة، اتقوا الله، اتقوا الله في إنسانية الإنسان. الهوية بدأت تضيع. نريد أن نثقف الناس. مناهج التربية لا بد أن تعمر بحقوق الناس على الناس. نعرف ما الذي يجب علينا لوالدينا وما الذي يجب لنا على أولادنا، ما هي آداب وحقوق الجيران، ما هي حقوق الزوجين، ما هي حقوق الأبناء، ما هي حقوق غير المسلمين، ما هي. أما أن تكون إشارة إلى هذه الأمور بهذا التواضع الذي لا يثمر، فهذا مما سيسأل عنه المسؤول عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله وزارة الإعلام كما علمت أنه في هناك برامج كثيرة نطمح إلى المزيد، والله نطمح والله إلى المزيد، والظن بهم إن شاء الله أنهم يحرصون على هذا. وفقنا الله وإياهم لكل خير. آمين. هذه المشكلة أستاذنا الكريم هي تعود إلى أس المشاكل، وهي أقصد المشاكل الزوجية، الخلافات التي لا داعي لها. موضوعنا الآن تأثير هذه الخلافات على الأبناء. أخي الزوج، أختي الزوجة، وفقنا الله وإياكم للخير، أموركم الزوجية لا يجوز أن يطلع عليها الأبناء. حتى تقبيل الزوج لزوجته يجب أن لا يكون أمام الأبناء، بل لا يجوز شرعا لما فيه من آثار سلبية سيئة. الخلافات فيما بينكم اجعلوها في مكان بعيد ومنأى عن الأبناء. الأمر ليس بالسهل. الابن يبقى في حيرة، يرى أعز الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه يختصمون وترتفع أصواتهم على بعض، مما يؤدي إلى أمور كثيرة. تخلف في الدراسة. ما السبب؟ الابن يسرح في الدراسة. الابن يذهب مع الأطفال ليلعب، لا يستطيع يفكر في المناظر التي رآها، خصوصا إذا حصل ضرب. اتقوا الله، اتقوا الله يا أيها الأزواج في أولادكم. حتى لو زل اللسان أحيانا وتكلم الزوج مع زوجته، وهذا أمر طبيعي، طبيعي جدا أن تحصل سوء فهم، ترتفع الأصوات، حاولوا أن ترطبوا الجو بابتسامة. تذكر أنك تتنازل عن هذا الموقف ليس من أجل الزوجة أولا، لا، بل حتى من أجل أبنائك. احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور لها آثار على الابن ليست بالسهلة، حتى آثار في مسألة المحبة بين الآباء. يعني ابن بالله عليكم يرى أباه يضرب أمه ضربا مبرحا وكأنه يضرب عدوا من أعدائه. ألا يؤثر هذا الموقف وهذا المشهد على محبة الابن لأبيه؟ نضحك على أنفسنا إذا قلنا غير هذا. الابن يرى أمه وهي ترفع صوتها على أبيه
والأب يحاول يمسك أعصابه ويحتسب الأجر، ويرى أمه تزعج أباه وتؤذيه، ألا يؤثر هذا في محبة الابن لأمه؟ والله يؤثر. فعليهم أن ينأوا بمشاكلهم وخلافاتهم وصراخهم عن أعين الأبناء وعن مسامع الأبناء حتى يكونوا في حالة نفسية جيدة، الله يجزيكم حتى لا يتأثر ميزان الحب في قلوبهم. الله المستعان. الله المستعان. دكتور، يعني نصيحتكم تكتب بماء الذهب للآباء والأمهات، ولكن هل وإياكم يا رب، هل يمكن أن تقول للأبناء، لأن كثيرا من الأبناء كما علمت يتابعون برنامجنا، مع أنه برنامج أطفال الله يجزيهم الخير، وهذه شهادة طيبة للبرنامج، ماذا تقولون أيضا للأبناء والبنات؟ ماذا يمكن أن يفعلوا ليصلحوا بين أبويهم، لينسحبوا إذا وجدوا الخلاف قد بدأ؟ يعني ما تنصحهم، بما توجههم؟ هم يتابعونك الآن نعم، أنا أوجه نصيحة عامة، مع أن الوضع يختلف بحسب اختلاف الزوجين واختلاف الأبناء ومدى تأثير الأبناء على الآباء، لكن نصيحة عامة لكل ابن وبنت يرى هذا النزاع بين والده ووالدته، النصيحة أن يسعوا إلى الإصلاح وترطيب الأجواء من خلال الابتسامة، تغيير الموضوع، حتى لو أن البنت تقول يما أبيك شوي، أو الابن يتدخل في حق الوالد. لكن أحيانا مع الأسف يكون الأمر يعني متعقدا جدا، ويكون الوالد والوالدة في حال عصبية لا يعلمها إلا الله. في مثل هذه الحال أنا أدعو الأبناء أن ينسحبوا، لكن هذا الكلام قد يدركه يعني من بلغ مقدارا من السن، أما الأطفال فنسأل الله أن يرأف بهم ويرحم أحوالهم. نحن كنا نعاني ولا زلنا من وجود عقوق الأبناء للآباء، لكننا أصبحنا نعيش عصرا وصفه العلماء أو بعض العلماء بأنه عصر عقوق الآباء للأبناء. كل تقصير من الأب في حق من حقوق أولاده فهو في الحقيقة عقوق من الأب لابنه، والجزاء من جنس العمل. يولد هذا عقوقا من الابن لأبيه. الأب أحيانا، أخي الكريم الزوج الأب، اسمعني الله يحفظك، فتش في نفسك، أنت قد تكون تظن أنك ما قصرت وأنك اللي عليك سويته وأن كذا، لكن الواقع أن عندك تقصير كبير جدا. حاول أن تعالج هذا التقصير، وفقنا الله وإياكم الخير. الله يجزيكم الخير. فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة، الإمام والخطيب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، والباحث في المركز العالمي للوسطية. الله يجزيك الخير. بارك الله فيكم وفي جهودكم، والله يتقبل منكم. شكرا للقائمين على البرنامج، أسأل الله لا يحرمهم من الأجر. شكرا لكم، شكرا جزيلا. إخوتي أخواتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بعون الله تعالى في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامجكم عشرة عمر. لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب، يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالق